أهلا بكم. اليوم بنستكشف قصة شخصية تاريخية مؤثرة جدا، أويس الأندلسي. تخيلوا معايا عايم وفقيه فجأة يلاقي نفسه مطارد في بلده. بس ليه؟ لمجرد إنه مسلم ومتمسك بدينه بعد سقوط غرناطة. هو يعتبر من آخر الفقهاء اللي خرجوا من الأندلس. خرجوا معاه علمه وذكرياته ودموعه أكيد. المصادر اللي معانا النهاردة بتحاول تتبع أثره. صحيح. ومهمتنا هنا إننا ندخل في عمق المصادر دي ونحاول نفهم حكايته كويس ونعرف دوره المهم، دوره كحلقة وصل حضارية في زمن كان كله اضطراب. إزاي شخص واحد قدر يحفظ وينقل كل الإرث ده؟ طيب خلينا نبدأ الأول. مين هو أويس؟ الروايات بتقول إنه اتولد في غرناطة، ده كان في أواخر القرن ال15، يعني في القلب اللي تبقى من الحضارة الأندلسية. نشأ في بيت علم وحفظ القرآن وهو صغير، وبعدين تعمق في الفقه والنحو والعقيدة في غرناطة طبعا. وفي لقب مشهور ليه لافت جدا، صوت العلماء في زمن الخوف. اللقب ده لوحده بيقول كتير أوي. مش مجرد عالم وخلاص، لأ، دي شخصية كان عندها شجاعة في وقت إنك تعبر عن هويتك الإسلامية أو تدافع عن العلم كان خطر كبير جدا. واضح إنه كان مرجع للناس حتى بعد سقوط غرناطة وفي أصعب الظروف. وده بيودينا مباشرة لسنة 1492، سنة سقوط غرناطة، نقطة التحول الصعبة دي. بعدها على طول بدأت محاكم التفتيش، الفترة المرعبة دي. كان الخيار إيه؟ يا إما التنصير الإجباري يا إما الموت والاضطهاد. المصادر بتحكي عن حرق المصاحف واعتقال العلماء وتعذيب أي حد يشتبهه إنه لسه مسلم حتى لو في السر. وفي الجو ده المشحون بالخوف والقمع ده، أويس أخذ قرار شجاع. قرر يقاوم، بس مقاومة علمية. مش استسلم لليأس، لا. يقال إنه بدأ ينظم حلقات علم سرية في أماكن زي الأقبية مثلا، يكمل فيها تحفيظ قرآن وتدريس علوم الدين. ده بيوضح قد إيه كان مصر يحافظ على الهوية والعلم مهما حصل. لكن للأسف يعني زي ما بيحصل غالباً، أمره اتكشف وصدر أمر بالقبض عليه وتصفيته. وبمساعدة واحد من تلاميذه قدر يهرب بصعوبة شديدة طبعاً. هرب للساحل، وهناك الروايات بتقول إنه ركب مركب صغير متهالك، ساب وراه كل حاجة، أهله، مدينته، كتبه، ذكرياته، كل شيء. وبعد أيام صعبة جداً في البحر وصل لشواطئ المغرب الأقصى منهك تماماً. وصوله للمغرب ده ما كانش مجرد نجاة شخصية ليه، لا، ده كان حدث مهم جدا لاستمرار جزء حيوي من تراث الأندلس العلمي. استقر شوية في فاس وبعدين راح تازة، وهناك بدأ تاني، بدأ يدرس ويعلم الناس وعمل حلقات دراسية جديدة. الناس كانت متعطشة تعرف عن العلم الأندلسي اللي جابه معاه، وكمان كان شاهد حي بيحكي للمسلمين في المغرب عن المأساة اللي حصلت في الأندلس بالتفصيل. طيب يعني نجاته كانت مهمة فعلا، بس ليه المؤرخين بيعتبروه هو تحديداً شخصية محورية قوي كده في نقل التراث ده؟ ممكن مقارنة بغيره اللي هربوا برضه؟ سؤال مهم جدا. المصادر بتشير لكذا سبب بتخليه حالة خاصة أولاً بيعتبروه من آخر، لو ما كانش آخر واحد فعلاً نقل الفقه الأندلسي، بالذات الفقه المالكي زي ما بيعتقدوا، شفوياً ومباشرة من قلب الأندلس للعالم الإسلامي. ثانياً، رواياته هو الشفوية عن فظائع محاكم التفتيش، دي شهادة حية ومباشرة صعب نلاقي زيها في مصادر تانية. ثالثاً، بكده هو بقى جسر معرفي حيوي حافظ على استمرار تقليد علمي كان ممكن يضيع خالص. ورغم إن هو نفسه كتاباته قليلة، إلا إن تلاميذه وأشهرهم أبو زكريا التطواني هم اللي اهتموا يدونوا علمه ورواياته وينقلوها للأجيال اللي بعدهم. وفي مقولة قوية جدا بتنسب ليه بتلخص ارتباطه العميق بوطنه اللي ضاع: من نسي الأندلس تاه في الأرض. بالظبط. والمقولة دي مش مجرد حنين وبس، لا، دي فيها تحذير فلسفي تقريبا، إن نسيان الجذور، نسيان التاريخ بتجاربه ودروسه ممكن يخلي الواحد يضيع فعلا، يفقد البوصلة في حاضره ومستقبله. كأنه بيقول إن الذاكرة هي أساس الهوية. المصادر بتحكيها عن آخر أيامه، بتجسد الارتباط ده. بيحكوا إنه كان دايماً شايل معاه حتة تراب صغيرة من غرناطة في جيبه، وكان ساعات يشمها ويبكي ويقول حسب الروايات يعني: ده مش مجرد تراب، ده تراث ودم وآيات من النور.
أويس مات واندفن في المغرب، لكن قصته وعلمه فضلوا عايشين. في النهاية قصة أويس الأندلسي دي بتلخص فكرة صمود الفكر والهوية، الصمود قدام محاولات المحو والإلغاء. هو ما كانش مجرد فقيه عادي، لا، ده كان حارس لذاكرة أمة كاملة، حارس لتراث حضارة بحالها في وقت كان النسيان ممكن يطوي كل شيء. أهميته الكبيرة فعلا في كونه الجسر ده، الجسر المعرفي والإنسان الحي بين الأندلس والمغرب، بين زمن الأفول وزمن الحفظ والاستمرار. ونترك المستمعين الكرام مع سؤال ممكن نفكر فيه. يا ترى لولا رحلة أويس دي ورحلات ناس زيي اللي خطروا بحياتهم عشان ينقلوا العلم والمعرفة، يا ترى قد إيه من تاريخنا ورواياتنا كان ممكن يضيع للأبد؟ وهل تاريخنا فيه شخصيات كتير زي أويس عملوا تضحيات عظيمة بس قصصهم متسجلتش أو متنقلتش كفاية؟ وإيه اللي يعنينا النهاردة إننا نرجع نحكي قصصهم دي تاني ونخرجها من دايرة النسيان؟